نبدأ بعملية الاستجواب. سيد الرئيس، اطلب عرض الموضوع على المجلس مجانا. السؤال الأول سيد الرئيس، ورد في كلام السيد الوزير اتهام لمجلس النواب. إذا راح أقول لكم النائب محمد الكربولي كل قصة منها هي قصة عبارة عن مسرحية كاملة أحكي لكم إياها، وبالتالي فإنك شريك فيما تم ذكره. لجنابك قعدتني بالغرفة تساومني على عقود الجيش 1300 همر صفقة يسميها محمد الكربولي صفقة السيد الرئيس بكل 1300 همر من الولايات المتحدة يروح جيبها يموتون بها الجنود العراقيين، كل همر يستفادون منها 200,000 دولار. سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، لأن أعرف هذا مؤامرة والله أقاتل في الأرض في المعارك وأقاتل في البرلمان، والله العظيم لا أكشف كل الحقائق وإلا أفضحهم كلهم. الأسماء سليم الجبوري معدين عالية يقول لي الساحة السياسية مفتوحة، لازم أن نعمل سياسيا بالمستقبل وفي الموصل وفي ديالى، ولكن نحتاج إلى فلوس، هاي الفلوس نحصلها من خلالكم. انطيني ببساطة عقد إطعام الجيش العراقي ومالك شغل لا بحنان ولا بعالية ولا ودير الوزارة كيفك. وسليم الجبوري يسمع، هذا رئيس مجلس النواب، لولا محاربة رئيس مجلس النواب والحوالي من التجار والفاسدين كان هذا جهدي أضعاف مضاعف. إذا تقبلون المؤسسة العسكرية تهان بهذه الطريقة استجوب من فاسدين حتى أن أمام الهمرات 1300 همر، والكتاب موجود من شركة رياض الفرطوسي، جاب محمد الكربولي يقول لي هاي الصفقة خاصة بالسيد الرئيس. نستأنف الاستجواب ويتولى الأستاذ آرام إدارة الشأن. والله بس شاربك إذا أنا أدمرها. عند الاستجواب للسيد النائب حنان الفتلاوي اجاني النائب السابق وحكى وياي بالوزارة، قال لي مع الوزير هذا الاستجواب لا تدير له بال، بس احنا بصراحة قادرين نلف لك الموضوع، ولكن يوجد عقد بالإطفاء ومالك شغل، احنا نسكت النائبة عالية مقابل 2 مليون دولار. حنان وصل بيهم الحال وأمام سليم الجبوري يقول لي قائد القوة الجوية غير متجاوب معانا. فجاني النائب محمد الكربولي قال لي اكو 1300 همر في ولاية تكساس الأمريكية عقد، وهذه الصفقة والله العظيم يجيني محمد الكربولي يقول لي هاي صفقة السيد الرئيس، وترى يوميا يسأل لي عليها. موضوع عقد اللواء المدرع الروسي، طبعا هذا الموضوع العقد قيمته 2,80 مليون دولار، من ضمن الضغوط ومن ضمن الوساطات هو النائب أيضا محمد الكربولي. عقد المرسيدس هذه بواسطة النائب طالب المعماري، بالنتيجة جاني طالب قال لي يسلم عليك جمال كربولي وواحد من التجار في دبي أو هيك موضوع، ويريدون تسوون عقد سيارات بسيارات المرسيدس. والله ونص العبارة قال لي وحصتك موجودة بالسيارة أنزل لك إياها. في أحد الأيام وقبل أعياد رأس السنة أيضا جاني النائب محمد الكربولي، طبعا جاني النائب محمد الكربولي معالي الوزير، لا حضرتك لا لون ولا رائحة ولا طعم بالنص. قلت شلون؟ قال هسه أعياد رأس السنة أنا أريد أروح البيلاروسيا، السيد الرئيس يريد يروح العمان، شغلة مشينا شغلة نطلع مصرفنا بس. شغلة الطائرات التي 6 والسزنة كرفان. في أحد الأيام اتصل النائب محمد الكربولي وقال لي اليوم يوم جمعة كان نتغدى عند سليم الجبوري، محمد الكربولي وأني وسليم الجبوري، وصار حديث أنه أيضا ضمن التعاون لازم نتعاون، لازم نتعامل، لازم يكون تحالف بيناتنا حتى ممكن أن نعمل عمل سياسي مستقبلي، وهذا الموضوع إرادة تنسيق وإحنا راح نكون داعمين له. وحتى في وقتها ذكر قال لي مع الوزير أنت ليش ما تتجاوب ويا طلبات السيد رئيس مجلس النواب، يدز لك طلبات تعيين، يدز لك طلبات بخوته سيارات وما تجاوب. أحد الأيام وقبل أيضا سفرة السيد رئيس مجلس النواب إلى أمريكا إجاني، فبدأ يحكي أنه والله يعني تعبت أني هذا بالنص، هذا الحزب الإسلامي دمروني، حتى ما حكى الحزب الإسلامي، الحزب الفلاني، حكى كلمة ما أقدر أحكيها، وهذا سليم الجبوري دمرني ما ألحق له فلوس، وهسه يريد يروح الأمريكا يريد من عندي 200,000 دولار. الجنود اللي تعينوا بالأفواج عندهم تبين بأنه مكتب سليم الجبوري من مطوعهم ماخذ من عندهم فلوس ومبلغ 4 أوراق من كل جندي.